السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ازاي تعيد برمجة حياتك؟ عشان تعيد برمجة حياتك في كذا نقطة لازم تفهمها. كلنا اتعودنا من واحنا صغيرين ان حياتنا تمشي على نمط معين، نكبر وندرس ونتخرج ونشتغل ونتجوز ونفضل شغالين لحد ما نموت. فين وفين لما تلاقي حد كسر القاعدة دي وطلع برا الدايرة اللي كلنا عايشين فيها. على حسب اللي هتبرمج عليه حياتك وعقلك هيكونوا عليه، لأن حياتك ببساطة نتيجة 4 حاجات: تفكيرك ومشاعرك وقراراتك وعاداتك، وكل دول بيتبنوا على حسب المجتمع اللي انت اتربيت فيه. بسبب البرمجة اللي احنا عايشين فيها من واحنا صغيرين، الشاب بقى هدفه ان هو يتجوز، ده بقى بالنسبة له هدف. الجواز ده من حقك، مش لازم يكون هدف. اهدافك المفروض تكون حاجات تانية، لكن الجواز ده شيء اساسي. ما ينفعش تعيش حياتك بدون اهداف وبدون طموحات. لازم يكون عندك اهداف واهداف كبيرة كمان. ما تمشيش ورا المجتمع وخلاص، لان المجتمع بيبقى عايزك فار تجارب زيهم. بيبقى عايزينك تشتغل ترسف مكنة طول الوقت، وفي الآخر بتجيب أكلك بالعافية. الشعور بالفشل طول الوقت بالنسبة لك بقى حاجة عادية، واعتمادك دايما بقى على الدوبامين الرخيص، وعايش حياتك كلها في التفاهات. وبسبب كل ده عقلك بيبقى مرهق وتعبان طول الوقت. أنا عايزك تمشي بإرادتك انت وتنسى الملفات القديمة دي كلها. اخرج برا المحيط اللي انت عايش فيه وجدد اهدافك. اعمل خطة واسعى دايما انك تحقق هدفك. اعمل فلوس وسافر واخرج وشوف العالم. ما تمشيش ورا الناس وتمشي في نفس السايكل اللي هم ماشيين فيها وخلاص. لازم تغير البيئة اللي انت عايش فيها وتغير الناس اللي حواليك. صاحب ناس عندها وعي بالحياة، صاحب ناس عندها نفس اهدافك. ما تفضلش تدي اعذار لنفسك وتقول البلد والبلد. عايز تخرج برا البلد، اشتغل واخرج. وبعدين البلد دي في ناس كتيرة اوي نجحت فيها. هو النجاح فيها صعب، بس ده ما يمنعش انك هتنجح لو عايز تنجح. درب عقلك دايما انك ناجح وانك هتنجح عشان يتعامل على كده. اعادة برمجة حياتك ومخك دي حاجة مملة في الاول، بعد كده عقلك هيتغير وتفكيرك هيتغير. برمج حياتك زي ما انت عايز، مش زي ما المجتمع عايز، لانها حياتك انت. ما تمشيش ورا المجتمع وخلاص. التغيير قرار مش فكرة. وبكده تكون الحلقة خلصت. لو عجبتك الحلقة متنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.